السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما سألتش نفسك ليه انت طول الوقت مش عارف تركز في حاجة، وبتزهق بسرعة، وبتعمل كل حاجة من غير متعة، وكل حاجة عايزها دلوقتي حالا؟ حتى الانجازات العظيمة ما بقتش تفرحك. كل ده بسبب حاجة واحدة، وهو الدوبامين الرخيص. النهاردة نتكلم عن سيد الهرمونات حرفيا في جسمنا، وهو الدوبامين. حرفيا الدوبامين يعني سبب في نجاح او فشل ناس كتيرة قوي. الدوبامين مش هرمون السعادة زي ما في ناس كتيرة قوي فاكرة. الدوبامين هو هرمون التحفيز. الدوبامين هو اللي بيحفزنا ان احنا نقوم نشتغل على نفسينا عشان نحقق اللي احنا عايزينه، عشان ناخد جرعة الدوبامين بعد ما نعمل الحاجة اللي احنا كنا عايزين نعملها. بس للأسف الناس بتاخد جرعة الدوبامين بشكل خاطئ، بتاخد جرعة الدوبامين من حاجات ملهاش أي تلاتة لازمة. بتاخد جرعة الدوبامين من حاجات سريعة وفورية بدون أي مجهود، زي السوشيال ميديا والأكل السريع والحاجات دي كلها. زمان كان الدوبامين مرتبط بحاجات كبيرة وعظيمة، زي النجاحات العظيمة والصيد واكتشاف حاجة جديدة. لكن دلوقتي حرفيا بضغطة زر تقدر تاخد كميات كبيرة وجرعات كبيرة من الدوبامين. كل مرة بتاخد فيها جرعات دوبامين كبيرة وبسهولة بدون تعب، عقلك بيتعود على كده وما بتبقاش قادر تعمل أي حاجة لمصلحتك أو لمستقبلك، ولا تقوم تشتغل على نفسك. بتبقى عايز الجرعة الفورية، وبتبدأ مع الوقت تفقد قدرتك على الاستمتاع بالحاجات الحقيقية. بقيت بتلاقي صعوبة في التركيز، وبقيت بتمل بسرعة، وما بقيتش قادر تستمتع بأي حاجة في حياتك. كل ده بسبب الدوبامين الرخيص حرفيا. الدوبامين بيجي من استهلاك أي حاجة بدون فايدة وبكترة، زي السوشيال ميديا والريلز والإباحية اللي ناس غرقانة فيها، والسكريات والجيمز وغيره. أما الدوبامين الحقيقي بقى بيجي من إنجاز حاجة عظيمة، إنك تشتغل على هدفك لحد ما توصل. بيجي من الرياضة والجيم والجري، تمارين التنفس، استحمام بماء بارد. الدوبامين الطبيعي بيديك سعادة حقيقية بتدوم معاك، لكن الدوبامين الرخيص بيديك سعادة مؤقتة. الدوبامين الرخيص مش بس بيضيع وقتك، ده بيقتل انتاجيتك وتركيزك، وبيخليك تفقد الحماس لأي حاجة على المدى البعيد. بيخليك قاعد على السرير ولا قادر تقوم من مكانك، ولا قادر تشتغل على هدفك، ولا قادر تعمل أي حاجة. بيخليك مش قادر تكمل فيديو مدته 10 دقايق أو ربع ساعة. بيخليك مش قادر تقعد تذاكر 5 دقايق، لأنك متعود على الحاجة اللي بتفرز عندك دوبامين بكميات كبيرة بدون أي تعب. وتفضل بقى في الدوامة دي على طول، وتفضل تسوف طول الوقت وانت قاعد مكانك عمال تاخد كميات كبيرة من جرعات الدوبامين. بس خليك معايا وانا هقولك الحل. الحل ببساطة وهو صيام الدوبامين. تقعد فترة كبيرة تبعد نفسك عن أي حاجة بتحفز عندك الدوبامين. انت هتقابل صعوبة في الأول، بس صدقني كل ده لمصلحتك، عشان ترجع لك طاقتك تاني وتقدر تشتغل على نفسك. صدقني انت لو قفلت التليفون ده يوم واحد بس، اتفرج على اللي انت هتعمله. من كتر الزهق يمكن تقلب الشقة كلها وتروقها تاني. لو عندك كتب من زمان هتقرأها، لو في أي مهارة عايز تتعلمها هتخش وتتعلمها. هيبقى عندك فايض كبير من الوقت. الدوبامين ده مش حاجة وحشة، بالعكس دي الحاجة اللي بتشغلنا وتحفزنا ان احنا نقوم ننتج ونشتغل. بس الناس بتستخدمه بطريقة غلط. خلي عندك حياة حقيقية. وبكده يكون الفيديو خلص. وما تنساش تشارك الفيديو مع حد محتاج النصيحة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.